الشاب ده كان وسطنا امبارح، ولكنه بسبب القرص ده فقد حياته. حقيقة القرص ده حتى بالنسبة لنا كأطباء أقوى من أي سم ممكن تتخيله، والقرص ده اللي بيقولوا عليه حباية الغلة أو اللي بيقول عليها حكم بالإعدام، لأن بمجرد ابتلاع القرص ده بتبتدي رحلة المعاناة. بيتفاعل القرص مع الحمض الموجود داخل المعدة ويطلق القنبلة الموقوتة غاز ثلاثي الفوسفين، واللي المريض بيحس بعدها بآلام في المعدة وهبوط وضيق التنفس، ودي آخر حاجة بيحس بيها المريض، لأن بعدها بيتم تدمير خلايا الكبد وانهيار وظائفه، وبعدها تدمير الكلى وفشل كلوي حاد وموت لخلايا الكلى، وأخيرا انهيار وظائف القلب والرئتين. وتستمر المحاولات في الإنعاش من فترة 3 إلى 6 ساعات لكن بدون فايدة. طيب لا قدر الله شفت حد بلع قرص الغلة، المفروض تتعامل معاه ازاي؟ اول واهم خطوة ما تستناش واطلع بيه على مستشفى الطوارئ فورا، وما تحاولش تشربه مية، لان حتى شرب المية بيزود من امتصاص حبة الغلة وبالتالي تصاعد غاز الفوسفين، وده بيؤدي لدمار وهلاك اكتر. حاول وانت بتنقله للطوارئ تديله زيت برافين، او لو ملقتش اي زيت في البيت عادي. ومن ناحية احنا بنتصرف ازاي في الطوارئ، فاحنا بندي محاليل وادوية داعمة للقلب، وكمان بنركب انبوبة حنجرية لدعم وظائف القلب والرئتين، وكمان ممكن نعمل غسيل معدة بالفحم النشط او زيت البرافين، وده في حالة اذا كان المريض جاي في اول ساعتين، لان بنسبة 90% المريض بيتوفى. طب انا بعمل ليه الفيديو ده دلوقتي؟ لان من الحالات اللي بشوفها اللي بيلجأ للاقراص دي شخصين. الشخص الاولاني هو واحد قرر يتخلص من حياته عمدا. الخطورة بقى في الشخص التاني، لان ببساطة ده شخص بيجرب. واحد عنده مشاكل مع اهله، واحد عندها مشاكل مع خطيبها او اصحابها. الرسالة بقى اللي انا عاوز اقولها، مش عيب ولا حرام ان حد يكون عنده مشاكل نفسية ويزور معالج نفسي، وكمان بلاش حد يستهين ويحقر من المشاكل النفسية. فمناشدة لكل مسؤول عن تواجد وصرف حبات الغلة ان الاقراص دي مينفعش تكون متاحة للجميع. فانشروا الوعي يا جماعة قبل ما نفقد حد تاني بسبب القرص الملعون ده. ولا تقتلوا أنفسكم